حين يصل صخب البرنابيو الهادر عنان السماء ويشتعل الحماس بين جمهور الميرينغ والبلاوغرانا وتضاء الجنبات لاستقبال كلاسيكو الكون، تنطلق الأسئلة المقلقة لتحير الأذهان. من سيسطع في ليلة النجوم؟ وأي متعة سيمنحها المبدع ميسي؟ وهل سيواصل العبث بأرقام السابقين؟ بل وأي رقم سيحطمه على صخرة السحر الكروي؟ ولأن مجرة الليغا تدور في فلك نجم قادم من كوكب التانغو، فسيكون هو مركز ثقلها في ليلة الانفجار الكبير. ليونيل ميسي الذي اخترق الغلاف الجوي لشباك الخصوم وصل للرقم 250 هدفا، ولم يبقى أمامه سوى القليل ليحطم رقم نجم الليغا السابق لاعب أتلتيك بلباو المثارة في تماه تام بين تسليم واستلام من أسطورة لأسطورة. أشعة ميسي فوق الخيالية لم يسلم من تأثير إبداعها خصوم البلاوغرانا، ولم تفلح علوم الرصد لدى الحراس في تحديد مسارها، حتى بات صاحبها ميسي آلة تصنع الأهداف بنكهة المتعة والإبداع. إحداثية التألق لم تنتهي خطوطها عند أعتاب ميسي، بل تعدته لخط دفاع البلاوغرانا ولشباكه التي لم تهتز منذ أول جولة في الليغا. ولم يلطخ صفاءها أي هدف طائش من المتربصين ببرشلونة في إنجاز غير مسبوق لحد الآن في الدوريات الأوروبية الكبرى. ليلة توقف الكرة الأرضية عن الدوران ستمنح الفرصة لكرة الكلاسيكو لتتدحرج في فضاء الإمتاع. ومن سيحكم مجرة الليغا سنعرفه بعد أن تنطلق صافرة الإعلان عن نهاية لقاء الأحلام. ونعود للحديث